تخيل تكون اقوى كائن في العالم ده، وكل الممالك اللي حواليك فاكرة انها تقدر تتحداك. اينز اولوجون بيقرر ينهي اللعب في الخفاء اخيرا، ويوري العالم الجديد كله يعني ايه غضب نظرايك. جيوش بتتحرك ورعب حقيقي بيسيطر على الكل، ودمار شامل مستني اي حد يقف في طريقه. كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا نشوف العظمة دي. نروح لضريح نظرايك العظيم. اينز مجمع جنود نظرايك وحراسه الاقوياء، وبيقول لهم انه هيقرر المسار اللي هيتبعه نظرايك من دلوقتي. بيطلب من دميورجس انه يشرح الوضع الحالي للكل ببساطة علشان يفهموه، وطبعا مش محتاج اقول لكم ان هو بيعمل كده اصلا علشان هو اللي يفهم، لانه مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل. دميورجس بيقف امام الجميع وبيبدأ يشرح لهم خطة اينز اولوجون الاسطورية، واللي كان حاسب لكل جزء منها. اولا بفضل جهود مجموعة ماري تم اخضاع جميع قادة الاصابع الثمانية، وبكده نظرك دلوقتي بيتحكم في العالم السفلي للمملكة. دميورجس بيقولوا وبكده بقى عندنا عتبة انطلاق نحو هدف ملكنا اينز النهائي، واللي هو السيطرة على العالم. اتمنى ما يكونش في حد غبي منكم ما فهمش الهدف من البداية. صاحبنا بيفتح بقه وبيعمل كده. طبعا هو بيتجنن في الوقت ده. سيطرة على العالم ايه يا عم اللي انت بتقول عليها؟ وبيحاول يوقع دميورجس في الكلام ولكنه ما بيخرجش منه باي حاجة، وبيقول له عاش يا دميورجس انك فهمت خطتي الاسطورية. ها ايه بقى اقتراحاتك علشان ننفذ الهدف الصعب ده؟ فبيبدأ دميورجس يشرح وبيقول ان اول حاجة لازم يعملوها هو الاعلان عن ضريح نظرايك للعالم، ولكن مش هينفع ان ضريح نظرايك العظيم يبقى تحت حكم اي مملكة، وبالتالي الافضل تشكيل بلد خاصة اسمها ضريح نظرايك العظيم. دميورجس بيلف وبيقول للحضور ان اينز كان مخطط لده من البداية، والكل بيكونوا مبهورين وصاحبنا هيتجنن. فبيسأله انت شايف ايه افضل خطوة اخدتها دميورجس عشان الهدف ده؟ فبيقول له دميورجس قرية كاراني، وبيكمل كلامه بيقول طبعا يا جماعة الملك اينز كان يقدر يخلص على البشر دول بكل سهولة، ولكنه قرر يحكمهم سلميا. من الاخر بدأ بالفعل انه يسيطر على العالم، واستعمل القرية دي كتجربة، وهو لسان حاله بيقول انا عملت كل ده امتى يا ابني؟ المهم بنروح لقرية كاراني اللي حاليا بيقيم فيها نيفيريا بامر من اينز اللي طلب منه صنع جرعات مشابهة للجرعات اللي من لعبة يجدراسل، وتقريبا قدر انه يعمل كده، ولكن بينفذ منه مخزون الاعشاب اللي معاه. فبياخد هنري ومجموعة من محاربين الجوبلين وبيدخلوا الغابة علشان يجمعوا الاعشاب دي، وهم في طريقهم لتجميع الاعشاب بيقابلوا جوبلين صغير مصاب مطارد من واحد من الوحوش الاقوياء. هنا بيقرر نيفيريا وهنري يساعدوه علشان يعرفوا ايه اللي وصلوا للمرحلة دي، لان ممكن يكون في خطر في الطريق للقرية لو ما اخدوش حذرهم. وبالفعل بمساعدة نيفيريا وهنري بيقدروا الجوبلين انهم يخلصوا على الوحش ده بكل سهولة. وهنا بنعرف ان الولد ده عبقري، والجرعة اللي صنعها رغم لونها المختلف بتشتغل بالفعل على الجوبلين المصاب وبتشفي جروحه. بعد كده بياخدوه للقرية وبيبداوا يحققوا معاه، وبنعرف ان اسمه ايجو بيحكي لهم عن خطر كبير في الغابة، وهو ان في تحالف حصل بين وحشين كبار، عملاق الشرق وثعبان الغرب الشيطاني. التحالف ده حصل علشان يحاربوا قوة مجهولة بتبني نصب تذكاري وبيحرسها الموتى الأحياء. القوة دي طبعا تخص اينز. التغيير ده في ميزان القوة بيهدد امان الغابة والقرية كلها. علشان يواجهوا الخطر ده هنري بتقرر انها تسافر لمدينة رينتل علشان تبيع اعشاب وتشتري مستلزمات، وتطلب مساعدة من نقابة المغامرين. بتاخد معاها عدد من الغيلان للحماية في الطريق، ولما بتوصل لبوابة المدينة ساحر من الحراس بيلاحظ هالة مرعبة عند البنت دي، ولما بيفتشوها بيلاقوا معاها الأداة دي. الساحر بيتصدم وبيقول ان الأداة دي بتساوي آلاف من العملات الذهبية. ازاي بنت قروية بسيطة معاها الأداة دي؟ وكانوا خلاص هيقبضوا عليها لولا ظهور مومون اللي بيتدخل فورا وبيضمن هنري قدام الحراس، فبيسيبوها تدخل المدينة بسلام. بعد كده بيبعت نبي علشان تفهم منها هي موجودة في المدينة هنا ليه، ولما بتعرف منها اللي حصل بتروح علشان تبلغ مومون. جوه المدينة هنري بتروح لنقابة المغامرين وبتبلغ الموظفة بكل اللي بيحصل في الغابة، والموظفة ما بتكونش مهتمة في البداية، وبتقول لها انت محتاجة المغامرين من الفئة العليا، اقعدي هنا وانا هشوف ممكن اعمل ايه. هنري بتنام من التعب وبتصحى على صوت الموظفة المرعوبة اللي بتسألها عن تفاصيل اكتر عن
عن المشكلة. طبعا اللي مش فاهم، مومون او نابي جم في الوقت اللي هي كانت نايمة فيه وعملوا اللازم علشان يعرفوا التفاصيل. وبعد يوم طويل ومتعب انري بتشتري اسلحة جديدة ومعدات وبتديها هدية لفرقة الغيلان بتاعتها كتقدير، والغيلان بيفرحوا جدا وبيحسوا بامتنان وولاء شديد ليها. لما انري بترجع قرية كاراني، رئيس القرية الحالي بيطلب يقابلها في سرية وبيفاجئها بقرار مهم. اهل القرية اجمعوا واختاروها هي علشان تكون رئيسة القرية الجديدة بسبب اللي عملته علشانهم. انري بتتصدم من المسؤولية الكبيرة دي وبتطلب وقت علشان تفكر، ولكن في النهاية بتقعد مع انفيريا اللي بيقدر يقنعها انها افضل حد للمنصب ده. بنروح لنظرية كاينز قاعد بهيبته المعتادة وبيبدأ يسأل لوبسورجانيا عن تقريرها عن القرية. لوبسورجانيا دي المكلفة بمراقبة قرية كاراني، بيسألها كانت تعرف عن موضوع الوحوش اللي بتحاول تهاجم القرية ولا لا، ولما بتقوله انها تعرف عن الموضوع ده ولكنها شافت انها مش اخبار مهمة لاينز اللي دايما بيحاول يحافظ على هدوءه قدام الاتباع، اعصابه بتفلت، الهالة بتاعته بتتغير والمكان بيتملى ضغط رهيب، واينز بيزعق بصوت يزلزل الحيطان. وانت ازاي ما تبلغنيش بمعلومة خطيرة زي دي فورا؟ اينز بيهدى شوية بفضل قدرته السلبية اللي بتهدي مشاعره، وبيبدأ يشرح للموظفة الخايبة دي للقرية دي مش مجرد لعبة. القرية فيها الشاب نيفيريا اللي شغال على تجربة لابتكار جرعات سحرية جديدة، ودي أهمية استراتيجية وكنز النظرايك. ولما بيفهمها غلطها بيطلب منها انها تحميه هو وانري وجدته، مش مهم اي حد تاني غيرهم. بعد كده اينز بيقرر يروح يشوف بنفسه موضوع الوحوش اللي ظهرت دي، يمكن يكون فيهم وحش نادر يستاهل يضمه لجيشه. بيوصلوا لمقر عملاق الشرق اللي بيطلع وحش ترول اسمه جو، وبيكون معاه ثعبان الغرب الشيطاني. اينز بيعرض عليهم بكل هدوء انهم يستسلموا ويبقوا تحت طوعه، بس جو بيرفض العرض وبيستخف باينز علشان شايفه مجرد هيكل عظمي ضعيف، وبيهجم عليه. هنا اينز بيقرر يواجهه من غير ما يستخدم اي تعاويذ سحريه اصلا علشان يختبر قوته الجسديه كساحر في القتال القريب. طبعا المعركه بتخلص بسرعه جدا، اينز بيلعب بيه وبيهزمه بمنتهى السهوله وفي النهايه بيموته. اما الثعبان فلما بيشوف القوه المرعبه دي بيترعب وفورا بيعلن استسلامه وولاءه التام لاينز. وبعد كده بيبدا الاختبار الثاني. اينز بيحاول جثه الغول جو لزومبي وبيهجم بيه هو وباقي الوحوش على قريه كاراني في نص الليل. طيب وايه الهدف من ده؟ اولا يختبر دفاعات العفاريت في القريه، ويمتحن لوبسورجانيا ويحطها تحت ضغط علشان يشوفها تلتزم بالتعليمات وتحمي الاهداف الثلاثه ولا لا. انري بسرعه بتتصرف زي اي قائد مسؤول، بتؤمر اختها الصغيره نيمو انها تجري على المخبأ الامن اللي في نص القريه، وبتبدا توجه الاهالي علشان يتخبوا. المعجنه بتبدا والوحوش بتهجم بشراسه، بس الجوبلين كانوا صامدين زي الجبال، كل ما وحش يقرب الاسهم تنزل عليهم زي المطر، واللي ينجو من الاسهم يلاقي الرمح والغيلان مستنيينه. بس فجاه بيظهر وحش بيقلب الموازين كلها، وهو جو ترول اللي حوله اينز لزومبي. الترول بيبدا يكسر في الدفاعات والوضع بيبدا يخرج عن السيطره. فرقه الجوبلين والغيلان بيحاولوا بكل قوتهم، بس الترول كان عامل زي الدبابه اللي بتدهس اي حاجه في طريقها. انري ونيفيريا بيكونوا في وضع صعب هما كمان، وبيهجم عليهم واحد من اتباع جو. نيفيريا بيبدا يستخدم ذكاءه وبيطلع كل الجرعات السحريه اللي معاه، وبيستخدم تعويذات سحريه علشان يقوي بيها نفسه ويعمل ترولا ويعطله. بيحاول بكل ما اوتي من قوه انه يكسب شويه وقت، بس للاسف فرق القوه كان شاسع جدا. الترول بيضربه ضربه بالطير نيفيريا في الهواء. في اللحظه الحاسمه دي بتنزل من السماء لوبسورجانيا، وفي ثانيه واحده بتعويذه شفاء قويه جدا بترجع نيفيريا سليم معافى كانه ما تخربش حتى. طيب والوحش؟ وحش ايه بقى؟ ده اتفحم من بدري. الغيلان قدروا يخلصوا على جو، وبكده تكون الليله دي انتهت والقريه عدت من اختبار اينز بنجاح. سيبك بقى من كل اللي فات ده وندخل بقى على الملحمه المنتظره والشراره اللي هتغير العالم ده بالكامل، وبنبداها مع الداهيه ديميورجوس اللي طبعا حاسب لكل خطوه بتحصل. اينز ممكن بكل سهوله يستخدم القوه الكاسحه بتاعت نظرايك ويخضع العالم ده، ولكن هيكون في خطر كبير، وهو ان ممكن يكون في لاعبين اخرين في العالم ده. وعلشان كده الداهيه ديميورجوس بيرمي طعم علشان يجذب ليه الكلاب السعرانه. بنروح لمكان مظلم تحت الارض فيه وحش كلنا عارفينه، وهو فارس الموت، ولكنه مربوط في قبو تحت الارض. وهناك بنتعرف على الساحر الاعظم للامبراطوريه، الراجل العجوز فلودور باراداين.
بيحاول بكل ما يمتلك من قوة انه يسيطر على فارس الموت، ولكن بدون اي نتيجة. وهنا بيقول كلام بيبين لك قد ايه الناس دي ضعفاء جدا مقارنة بقوة اينز الاسطورية. العجوز بيقول انه لو قدر يسيطر على فارس الموت ده هيقدر يتفوق على السحرة الاقوياء التانيين في العالم ده، وكمان هيكون الاقوى من الابطال ال13. ضحك للصبح. المهم الامبراطورية اللي بنتكلم عليها واللي بلعت الطعم هي امبراطورية بهاروث. العجوز بيروح لبرج السحر وهناك بيلاقي الحرس بيقولوا له ان في مغامرين من رتبة الادمنتيت عاوزين يقابلوك، واللي هم مومون ونابي. ما بنشوفش ايه الحوار اللي دار بينهم، وبعد كده بنروح نتعرف على الامبراطور جيركنيف، وبيكون معاه حراسه الاربعة اللي المفروض انهم اقوى المحاربين في العالم ده. الامبراطور بيجيله تقرير عن اللي عمله مومن في المملكة وازاي انقذ الناس، وكمان بيسمع عن ساحر قوي اسمه اينز هولوجون، فبيؤمر انهم يجمعوا معلومات عن الاتنين دول. وبعد كده بنروح لمكان تاني خالص، بنتعرف على فئة من الاشخاص اسمهم العمال او المرتزقة. دول ناس زيهم زي المغامرين بالظبط في القوة، لكنهم بيشتغلوا لحسابهم الخاص وبيقبلوا المهمات الخطيرة، واللي نقابة المغامرين الرسمية بترفضها لانها خارج القواعد. بنتعرف على فريق اسمه فورسايت. الفريق ده بيتكون من 4 اصدقاء مقربين جدا بيعتبروا بعض عيلة واحدة، بيكونوا مجتمعين في حانة وبيتكلموا بجدية عن عرض عمل جديد جاي لهم من شخص من النبلاء اسمه الكونت فيمل. المهمة دي عبارة عن انهم هيروحوا يستكشفوا مقبرة كبيرة ومجهولة موجودة جوه اراضي مملكة تانية، وهي مملكة ريستس. بما ان المهمة دي تعتبر اختراق لاراضي مملكة تانية بشكل غير رسمي وممكن تعمل ازمة سياسية، الكونت استاجر المرتزقة دول علشان الموضوع يكون في سرية تامة، والمقابل المادي للعرض كان ضخم لدرجة تخض اي حد. بتيجي اللحظة الحاسمة، وكل فرق المرتزقة اللي وقفت على العرض بتتجمع في ساحة كبيرة جوه العاصمة استعدادا لبدء التحرك. الساحة بتكون مليانة بمقاتلين من اشكال وانواع مختلفة. بيظهر الكونت فيمل في الساحة وبيدي التعليمات الاخيرة، وهنا بتحصل المفاجأة اللي بتطمن المرتزقة. بيتم اعلان ان في فريق كمان هيشارك في الرحلة، لكنه مش هيدخل المقبرة. الفريق ده هو الظلام، يعني المغامر الاسطوري مومون وزميلته نابي. مهمتهم هو حراسة المعسكر الخارجي. مومون او اينز هولوجون بالتحديد هنا بيسأل سؤال مهم جدا ومحوري لكل المرتزقة. بيسألهم بهدوء انتوا ليه بتخاطروا بحياتكم وتدخلوا مكان مجهول زي ده؟ ليه بتعملوا كده؟ الاجابات كلها بتكون سطحية وبتتمحور حوالين الفلوس، او علشان نعيش او علشان الطمع في الكنوز اللي جوه. اينز هولوجون في اللحظة دي بيقفل اي باب للرحمة او الشفقة جواه تماما، طالما انهم داخلين يسرقوا بيته لمجرد الطمع في شوية دهب وفلوس يبقى هم اللي اختاروا مصيرهم. اينز سأل السؤال ده علشان يدي نفسه المبرر الاخلاقي لابادتهم، وبمجرد ما سمع الرد اعتبرهم مجرد لصوص وحرامية مفيش اي امل في النجاة ليهم، وبيبدأوا بالفعل مهمتهم. بيشوفوا قدامهم المقبرة اللي متخيلين ان دي مقبرة مهجورة قديمة مليانة دهب وكنوز مستنياهم ياخدوها ويبقوا اغنياء. اول ما الفرقه دي بتوصل لمحيط المقبره العظيمه بيلاقوا في الزوايا الاربعه حوالين المدخل الرئيسي شويه مقابر صغيره او اضرحه مبنيه. العمال اللي طبعا الغرور والطمع راكبهم من ساسهم لراسهم بيقرروا يستكشفوا الاضرحه دي كبدايه، وبالفعل بيلاقوا جوه الاضرحه دي كنوز قيمه جدا وتماثيل دهب وتحف ومجوهرات ثمنها غالي قوي. اللحظه دي كانت نقطه التحول، الطمع بيعمي عينيهم تماما وبيبداوا يفكروا اذا كان دي الكنوز اللي موجوده بره في مقبره صغيرة ومفيش حراس عليها تقريبا، امال المقبرة الرئيسية الضخمة دي من جوه هيكون فيها ايه؟ اكيد دي فرصة العمر اللي هتخلينا اغبياء. بعد ما بينضفوا الاضرحة الصغيرة دي بيتجمعوا قادة الفرق الاربعة بره علشان يتفقوا على خطة الدخول وتوزيع الغنائم. هنا بيدخل العجوز ده وبيقترح اقتراح بيبان من بره انه تضحية ونبل. بيقول لهم يا جماعة المقبرة دي شكلها غريب ومريب، احنا كفريق هنتطوع اننا نفضل بره، هنأمن ليكم المدخل علشان لو في خطر جا من بره، وفي نفس الوقت هندور لو في مداخل سرية تانية للمقبرة. وبالفعل بيتفقوا مع بعض على ده، وهم قاعدين ومطمنين وعاملين
داخلين معسكرهم بيتفاجئوا بظهور الخادمات المقاتلات بتوع نظرايك. الخادمات بيكونوا واقفين فوق بيراقبوهم من بعيد وبيتكلموا مع بعض ببرود وسخرية تامة على العمال دول، بيعتبروهم مجرد حشرات مزعجة تجرأت تدوس على أرض نظرايك المقدسة. الخادمات مش بيكلفوا نفسهم حتى انهم ينزلوا يقاتلوا العمال دول لانهم اقل بكتير من مستواهم، فبيقرروا يرسلوا ليهم حراس نظرايك القدامى. الحراس دول مش هياكل عظمية عادية، دول هياكل عظمية لابسين دروع كاملة من الفولاذ وماسكين دروع ضخمة واسلحة سحرية، بيتحركوا بانتظام عسكري دقيق جدا وكأنهم جيش محترف، وبتبدأ المعركة بينهم فورا. العجوز بيحاول يستخدم كل خبرته علشان يخرج من الموقف ده، والعمال اللي معاه بيستخدموا سحرهم وهجماتهم، بس كل ده بيكون من غير اي فايدة. الحراس بتوع نظرايك اقوى منهم بكتير، دروعهم مش بتتخدش وضرباتهم مميتة. المعركة بتتحول في ثواني المجزرة من طرف واحد، في النهاية بيتم إبادة الفريق بالكامل وتمزيقهم، وبكده ينتهي طموح العجوز اللي كان فاكر نفسه اذكى واحد. ندخل بقى جوه المقبرة، المكان اللي اتحول لكابوس حقيقي للفرق الثلاثة بمجرد دخولهم. الفرق دي بتنفصل عن بعضها وكل فريق بيمشي في طريق مختلف، وهنا بتبدأ سلسلة الرعب. نمسك اول فريق وهو الفريق ده، وهم ماشيين في الممرات بيلاقوا نفسهم فجأة مطاردين من مجموعة من الوحوش المرعبة اللي بتبدأ تضرب عليهم تعويذات سحرية مدمرة. الفريق بيجري في حالة رعب وفزع مش عارفين يروحوا فين، واثناء جريهم العشوائي ده بيدوسوا على فخاخ النقل الآني اللي متوزعة في الأرضية. الفخاخ دي بتفرق أعضاء الفريق ومصيرهم بيكون من أبشع ما يمكن تخيله. جزء منهم بينتقل فجأة لأوضة ضلمة ومقفولة تماما. أول ما بيفتحوا عينهم بيلاقوا نفسهم قدام كائن غريب لابس تاج وعباءة أرستقراطية وقاعد على العرش. الكائن ده هو ملك الصراصير، بيكلمهم بأسلوب راقي جدا ومهذب، وبيقول لهم إنه بيرحب بيهم كضيوف عنده، وإن عيلته اللي هي ملايين الصراصير العملاقة جعانة جدا بقالها فترة ومحتاجة وجبة دسمة. وفي اللحظة دي العمال بيبصوا حواليهم بيلاقوا الأرض والحيطان والسقف بتتحرك، ملايين الصراصير بتبدأ تهجم عليهم. المشهد بيكون في قمة الرعب والاشمئزاز. العمال بيصرخوا بهستيريا والصراصير بتغطيهم وبتبدأ تاكل في لحمهم وهم عايشين وحاسين بكل تفصيلة. عضو تاني من نفس الفريق بينتقل لمكان أسوأ، بينتقل لأوضة التعذيب الخاصة بنظرايك. الأوضة دي تحت إدارة وحش مرعب ومقزز جدا، كائن شكله بشع جدا ومهمته الأساسية هي استخراج المعلومات بأبشع طرق التعذيب الممكنة. نسيب الرعب ده ونروح للفريق التاني. فريق الولد ده شخصية مغرورة جدا وشايف نفسه أقوى سياف في الدنيا، ومؤمن إيمان أعمى بأن البشر هم العرق الأرقى والأسياد على أي كائن تاني. بيكون معاه مجموعة من العبيد الإلف وبيعاملهم أسوأ معاملة ممكنة. بيوصل لمنطقة واسعة وهناك بيلاقي هاموسكي في وشه ومعاه شوية من السحالي. هاموسكي بيشوف ان دي فرصة ممتازة علشان يجرب الفنون القتالية اللي كان بيتدرب عليها بقاله فترة، ومش محتاج اقول لك انه بيحط عليه حرفيا وبكل سهولة، وبحركة واحدة سريعة وقاطعة بيقطع دراعات الولد ده وبيطير رقبته في الهواء. اخيرا بنروح للفريق الاخير والاهم. زي ما قلنا الفريق ده بيختلف عن باقي العمال، هم ناس تحس انهم محترمين وعندهم مبادئ وروابط صداقة قوية، بس الحرامي بيفضل حرامي. بيلاقوا نفسهم انتقلوا لمكان تاني خالص ومختلف تماما عن الممرات الضيقة اللي كانوا فيها، وهم واقفين مذهولين وبيحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل. بيظهر قدامهم الكيان الاعظم، حاكم المقبرة العظيم بنفسه اين زولوجون. بيقف قدامهم بهيبته المرعبة وبشكل مختلف. اينز بيكون غاضب جدا وناوي يعاقب الحرامية دول اللي اتجرأوا ودخلوا بيته علشان يسرقوه ويدنسوه، وهم مرعوبين ومصدومين قدام قوة مطلقة لا يمكن وصفها، وبيعرفوا في اللحظة دي انهم وقعوا في فخ مفيش منه اي امل للهروب. هنا بقى القائد بيحس ان دي النهاية وان الوحش اللي قدامهم ده مش من مستواهم خالص، فبيقرر يستخدم اسلوب الخداع وبيحاول يشتري وقت او يلاقي مخرج بالكلام.
فبيقول لاينز انهم ما دخلوش من غير اذن، وان في وحش عظيم هو اللي اداهم الاذن بالدخول. اينز اللي هو اصلا عارف انهم كذابين بيقرر يجريه في الكلام وبيساله مين هو الوحش ده، فبيحاول يألف قصة وبيوصف وحش كبير. ولما بيلاقي اينز مهتم بيقرر يرمي القنبلة اللي كانت السبب في دمارهم. بيقول لاينز انهم قابلوا واحد من اصدقائه القدامى. اينز بيساله وبيقول له الشخص ده قال لك ايه؟ فبيقول له قال سلموني على اينز من ضريح نظرايك. الغبي ده مش فاهم المصيبة اللي وقع نفسه فيها. في الطبيعي كانت هتمشي على صاحبنا، ولكن كلنا عارفين ان اسم اينز ده اسمه الجديد، واسمه المعروف بيه وسط اصدقائه هو مومونجا. هنا بقى اينز اللي كان هادي بيتحول لكتلة من الغضب الاعمى. بالنسبة لاينز اصدقائه في النقابة هم اقدس حاجة في حياته، وان شوية مرتزقة حشرات يستخدموا اسم اصدقائه علشان ينقذوا حياتهم الرخيصة دي كانت اكبر اهانة ممكن تحصل. بيصرخ فيهم بقمة الغضب والاهانة، وبيقول لهم انهم نجسوا ذكرى اصدقائه. بعد ما اينز بيقرر انهم خلاص ميتين بيقرر انه مش هيستخدم السحر بتاعه علشان يقتلهم، بل هيقاتل كمحارب باستخدام سيف ودرع. وبعد ما بيعلمهم الادب اينز بيقلع الخاتم السحر بتاعه اللي كان بيخفي طاقته. اول ما قلع الخاتم ارتشي اللي بتقدر تشوف المنى بتبص عليه وبتتصدم صدمة عمرها وبتتقيأ من كتر الرعب. كمية الطاقة السحرية اللي طالعة من اينز كانت زي المحيط، حاجة مش ممكن عقل بشري يستوعبها. هي أدركت في اللحظة دي إنهم مش بيواجهوا وحش، دول بيواجهوا الموت نفسه، وإن فرصتهم في النجاة هي 0%. في اللحظة دي القائد بيستخدم أقوى مهارة عنده، بس اينز بيصدها بكل سهولة وبيرد عليه بضربة بتصيبه بالشلل التام. القائد بيقع في الأرض مش قادر يتحرك، والامل انعدم تماما. هنا بيقرروا انهم يضحوا بنفسهم علشان ارتشي اللي عندها اخوات محتاجينها تقدر تهرب، وبيطلبوا منها انها تطير وتهرب بره المكان ده. وبالفعل بتبدا تطير لفوق بسرعه صاروخيه ناحيه السماء. البنت دي بتقول لاينز احنا ما عندناش مانع نموت، بس علشان شرف اصدقائك اللي انت بتقدرهم سيب البنت دي على الاقل تمشي. اينز بيقول ان مفيش رحمه عنده للصوص زيهم، بس انا هعمل استثناء للبنت دي. هنا طبعا قلنا انه هيسيب البنت دي تمشي، ولكن بيظهر هنا الشرير اللي ما عندوش اي رحمة تجاه اي شخص يحاول يقرب من ممتلكاته مهما كانت براءة الشخص ده. اينز بينادي على شاليتير وبيدي امر واضح، روح اصطاديها، العبي معاها شوية، ولما تدرك ان مفيش امل خالص اقتليها برحمة، يعني بدون ألم. وبكده يكون الاستثناء انها تموت بدون ألم. بنروح لارتشي اللي طايرة في السماء وبتفتكر انها خلاص هربت وان السماء قدامها مفتوحة، بس فجأة بتخبط في حاجة صلبة جدا وبتبص لفوق بتلاقي ان السماء دي مجرد سقف. في اللحظة اللي بتدرك فيها الحقيقة المرعبة دي بتظهر قدامها شاليتير في شكلها الحقيقي والمرعب. ارتشي بتنهار تماما من الرعب والياس وبتعرف ان دي النهاية. اينز بيكون خلاص خلص على الباقيين ومصيرهم مش هيكون موت برحمة زي ارتشي، بل هيعيشوا في عذاب ابدي وهم بيتاكلوا من جوه. اما الكاهن فاينز بيقرر يحتفظ بيه علشان يعمل عليه تجارب في التلاعب بالذاكرة علشان يشوف هل هيقدر يغير ايمان كاهن ولا لا. مصير اسوأ من الموت بكتير. الاحداث بتنقلنا لبره نظرايك خالص، وبالتحديد امبراطورية بهاروث عند الامبراطور جيركنيف. الامبراطور بيكون قاعد مع الساحر بتاعه باراداين. الامبراطور كان هو اللي رتب موضوع العمال دول علشان يستكشف نظرايك ويعرف قوة اينز. فجأة الدنيا بتتهز بره القصر. الامبراطور بيطلع يشوف في ايه، بيلاقي مصيبة سودا نازلة من السماء. تنين عملاق بيهبط في ساحة القصر وعلى ظهره اورا وماري. حراس الامبراطور بيترعبوا ومش عارفين يعملوا ايه. اورا بكل غرور وثقة بتبص للامبراطور وبتقول رسالة واضحة وصريحة، سيدنا اينز لوجون زعلان جدا من اللي انت عملته وبيأمرك تيجي بنفسك لحد نظرك علشان تعتذر له شخصيا، والا هيدمر امبراطوريتك كلها على دماغك. وبتوري له لمحه من اللي هيحصل له لو خالف التعليمات. بنشوف الامبراطور جيركنيف اللي معروف باسم الامبراطور الدموي علشان ذكائه وقوته ووحشيته في السيطره على امبراطوريته، قاعد في عربيته الملكيه الفخمه وفي طريقه لمقبره نظرايك العظيمه. بس المره دي جيركنيف مش رايح كملك بيزور جيرانه، لا ده رايح وهو حاسس ان رقبته على المحك.
وعارف انه رايح يعتذر لوحش مرعب ما يعرفش عنه اي حاجة. لما موكب الامبراطور بيوصل للمكان اللي المفروض نظرك موجود فيه بينزلوا يستنوا بره. الجو كان كئيب جدا، السما مليانة غيوم سودا كثيفة، وبتقابلهم يوري الفا. اول ما جيركنيف شاف يوري اتصدم من جمالها المثالي والمخيف في نفس الوقت. بتعتذر لجيركنيف عن الانتظار وبتقوله انها تخلي الاجواء مناسبة اكتر لاستقبالهم. جيركنيف ما كانش فاهم هي هتعمل ايه بالظبط، وفجأة بإشارة بسيطة الغيوم السوداء اللي كانت مالية السما انشقت واختفت في لحظة، والشمس طلعت والسما بقت صافية ولونها أزرق زاهي. الساحر وجيركنيف كانوا هيتجننوا. التحكم في الطقس وتغييره في ثانية واحدة ده يعتبر سحر من مستويات أسطورية محدش في عالمهم البشري يقدر حتى يتخيله. الموكب يبدأ يتحرك علشان يدخل ساحة نظرايك، وهنا بتيجي الصدمة التانية اللي كسرت كل كبرياء الامبراطورية. وهم ماشيين بيشوفوا فرسان الموت. زي ما عرفنا ان في العالم العادي بتاع البشر فارس موت واحد بس يعتبر كارثة طبيعية مرعبة. وحش اسطوري محتاج جيوش كاملة واقوى السحرة والمقاتلين علشان يا دوب يقدروا يهزموه، وممكن يبيد مدينة بحالها لو اتساب. لكن المفاجأة المرعبة لجيركنيف وحراسه كانت في الطريقة اللي نظرك بتستخدم بيها فرسان الموت دول. اينز ما كانش مخليهم قادة جيوش ولا حاجة، دول كانوا بيستخدموهم علشان ينقلوا الاثاث. بعد كده بيتم نقلهم عن طريق السحر الآني لداخل المقبرة نفسها. أول ما بيفتحوا عينهم بيلاقوا نفسهم في ممرات أسطورية. جيركنيف بيمشي وهو مذهول، مفيش حاجة في الدنيا دي أقدر أغري بيها الراجل ده. هالة من الرعب والضغط النفسي الرهيب. أقوى كائنات نظرك موجودين في المكان، واللي واحد منهم يبيد ممالك لوحده. وفي آخر الغرفة على عرش مرعب وفخم قاعد اينز ولجون بهيبته المرعبة كأنديد. قبل ما جيركنيف ينطق بحرف ديميورجوس بيتدخل وبيستخدم مهارته الصوتية وبيأمرهم بصوت بيهز العظام: اركعوا. كل رجال الامبراطور جسمهم خانهم ورموا نفسهم على الارض غصب عنهم كأن في جبل نزل فوق كتافهم. الوحيد اللي فضل واقف هو جيركنيف، وده مش علشان هو قوي بل كان مجرد استثناء. ولكن اينز بيصدمه بردة فعله لانه بيعتذر له على تصرف ديميورجوس المتهور. جيركنيف بيحاول يستجمع كرامته المتبعثرة وبيبدأ يتكلم بدبلوماسية وبيقدم لاينز صندوق في راس الكونت فيمل. طبعا ده النبيل اللي الامبراطور استخدمه ككبش فداء ولزق فيه تهمة ارسال العمال للمقبرة. جيركنيف بيعتذر رسميا بالنيابة عن الامبراطورية وبيدعي ان الكونت ده اتصرف من دماغه وان الامبراطورية ملهاش دعوة. اينز بيقبل الهدية ببرود وبيستخدم السحر علشان يحول الراس دي لفارس موت في ثانية واحدة قدام عين جيركنيف. والحركة دي كانت رسالة واضحة: قوتي ملهاش حدود. الفارس اللي بالنسبة لكم قوته ملهاش حدود اقدر اصنعه في لحظة. ولكن اينز بيقول للامبراطور بما ان تابعة اتصرف من دماغه انا هسامح الامبراطورية على اللي حصل من تعدي، ولكن اعذرونا دلوقتي لان عندنا خطة لازم تتنفذ. احنا كنا في هدوء وبعيد عن المشاكل، ولكن اكتشفنا ان المشاكل هتفضل تيجي لحد عندنا، وعلشان كده هنخرج للعالم ونبيد اي حد يعترض طريقنا. الامبراطور بيتدخل هنا وبيعرض على اينز المساعدة فورا وهيقدم له كل الدعم اللي محتاجه. اينز بيقول له انا هستفاد ايه من ده؟ فبيقولوا العلاقات الدبلوماسية مع الامبراطورية واللي هتساعده في تنفيذ خطته بكل سهولة. طبعا كلام فاضي، ولكن اينز عنده خطة اكبر فبيوافق. بتنتهي المقابلة والمفروض ان دي كانت خطة جيركنيف الماكرة. جيركنيف كان بيفكر في سره لو اينز فضل في المقبرة هيبقى خطر غير مرئي ومحدش هيقدر يواجهه، لكن لو بقى ملك وله دولة وحدود وقتها هيبقى هدف واضح لكل البشر، وهيقدر وقتها انه يعمل تحالف مع كل دول البشر التانية ويعمل جيش موحد يدمره هو ومملكته. وكمان كان فاكر انه يقدر ياخد واحد من الوحوش اللي جنب اينز في صفه. الصدمة بقى ان ديميورجوس كان عارف كل ده. ديميورجوس بيبدأ يشرح لباقي الحراس عبقرية خطة اينز اللي اينز نفسه ما يعرفش عنها حاجة. ديميورجوس بيقول لاينز يا لها من عبقرية يا سيدي، انت توقعت خطة جيركنيف التافهة ولكن بعبقريتك وافقت على طلبه. اينز اللي من جواه كان قاعد مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل وما كانش في دماغه اي خطط سياسية معقدة وكان بس بيحاول يتصرف كحاكم قدام جيركنيف، بيلاقي نفسه فجأة متوقع اعظم عقل مدبر في التاريخ
بيبص لديميورجوس بكل ثقة مزيفة وبيقول له جملته الشهيرة: ايوه صح، برافو عليك انك فهمت خطتي العبقرية. المفاجأة بقى اننا بنكتشف ان فلودر الساحر العظيم اللي جيركنيف كان بيثق فيه ثقة عمياء هو في الحقيقة خاين وموالي تماما لاينز. بنشوف فلاش باك بنكتشف فيه ان فلودر قبل كده قابل اينز، وده في الوقت اللي مومون ونابي راحوا له فيه. فلودر في الوقت ده ركع تحت رجله وباع الامبراطورية كلها في مقابل ان اينز يكون معلمه. بنروح للتوتر اللي وصل لاقصى درجاته في مملكة ريستس. امبراطورية بهاروث بقيادة الامبراطور جيركنيف اعلنت رسميا دعمها لاينز ولوجون وتأسيس ما يسمى بمملكة السحر. وطبعا المطلب الاساسي لاينز كان التنازل على مدينة تيرنتل والاراضي اللي حواليها باعتبارها ملك لاينز. الملك رامبوس الثالث قاعد على العرش ووشه باين عليه العجز والهم، ومجتمع مع كل النبلاء والقادة بتوع المملكة علشان يناقشوا الكارثة دي. النبلاء في المملكة دي للأسف أغلبهم ناس متعجرفة، تفكيرهم سطحي ومش شايفين أبعد من مناخيرهم. بالنسبة لهم ازاي الإمبراطورية تتجرأ وتطلب منهم يتنازلوا عن أراضي لمجرد ساحر محدش سمع عنه قبل كده. النبلاء بيبدأوا يزعقوا وبيطلبوا بإعلان الحرب فورا، وشايفين إن دي إهانة لكرامة المملكة وإنهم لازم يسحقوا الإمبراطورية والساحر بتاعهم ده. وسط الدوشة والغرور ده كله بيقف جازف سترونوف. جازف هو الوحيد اللي في القاعة دي اللي شاف قوة اينز ولوجون الحقيقية. بيتكلم بصوت مليان تحذير ورعب مكتوب، وبيقول للملك وللنبلاء: ارجوكم بلاش الحرب دي، انتم مش فاهمين احنا بنواجه ايه. اينز ولوجون ده مش مجرد ساحر عادي، ده وحش مرعب وقوته تتخطى اي استيعاب بشري. التنازل عن مدينة تيرنتل هيكون تمن رخيص جدا مقابل اننا نتجنب غضبه ومواجهته في معركة. لكن للأسف كلام جازف بيقع على ودان مقفولة. النبلاء بيسخروا منه وبيعتبروا كلامه ده جبن وخوف ملوش مبرر. بيقولوا له ازاي قائد جيوشنا يخاف من ساحر واحد. الملك رغم انه بيثق في جازف جدا وبيحبه زي ابنه، الا انه كملك ما قدرش يوافق على التنازل عن اراضي المملكة بدون قتال، لانه شايف ان التنازل عن اراضي من غير حرب هيخلي المملكة تبان ضعيفة وهيشجع الامبراطورية انها تطمع فيه اكتر. فبياخد القرار الصعب والمصيري: هنحارب. طب اشرب بقى حلو انت ومملكتك. في الوقت ده ابنه بيطلب انه ياخد جيش ويروح لقرية كارني اللي كان فيها اينز علشان يحصل على معلومات منهم وبيلعب في عداد عمره. بينتقل بين المشهد لساحة المعركة واستعداد الامبراطورية للحرب. القائد بيجي والجنود بيحيوا اينز على حضور. اينز بيحييهم وبيقول: انا سمعت انكم عاوزين تبداوا المعركة عن طريق سحري، وبيسألهم هل ممكن يشارك في المعركة بجزء من جيشه. الواد بيقول له: ده هيكون شرف لينا، بس احنا بنخطط نهاجم بعد بكرة، بمعنى ان على ما جيشك يوصل من الضريح لحد هنا تكون عدت ايام. فاكر انه بيتكلم مع شخص عادي، ولكن اينز بيقول له مفيش مشكلة، وبيؤمر شاليتير انها تفتح بوابة في المكان اللي هو فيه وترسل جنوده. الجو بيضلم وبتفتح بوابة سحرية سودة ضخمة جدا، وفجأة بيخرج منها جيش من فرسان الموت في منظر بيرعب الكل. بنروح بقى لقرية كارني، القرية الهادية اللي بقت تحت قيادة هنري، واللي بيجي لها خبر ان في جيش متوجه دلوقتي للقرية. لوبسرجانيا بتبلغ اينز فورا باللي بيحصل، فبيديها اوامر تراقب الموقف، ولو حصل اي حاجة تدافع عن الاربعة اللي طلب منها تحميهم مهما حصل. هنري بتستدعي الكل بالاضافة لفرقة الجوبلين ال19 والغيلان اللي انضموا ليهم مؤخرا علشان يعملوا اجتماع طارئ. القراوين بيبداوا يتكلموا وبيفتكروا ازاي اينز انقذهم وانهم مستحيل يخونوه، وبيقرروا انهم هيقاتلوا الجيش ده مهما حصل. هنري بتبدا تجري في القرية علشان يخلوا الناس اللي مش هيقدروا يحاربوا، ولكن جنود المملكة بيكونوا وراهم في كل مكان. في اللحظة دي هنري بتلاقي نفسها محاصرة هي ومجموعة من القرويين. نيفيريا بيحاول يستخدم السحر بتاعه علشان يعطل الجنود ويدوهم فرصة يهربوا، بس سحره محدود ومش قادر يوقف الاعداد الكبيرة دي. الياس بيبدا يسيطر على الكل. فرقة الجوبلين الاصلية اتصابت ومبقتش قادرة تكمل، والجنود بيقربوا من هنري. في لحظة انعدام الامل دي هنري بتفتكر انها لسه معاها بوق استدعاء الجوبلين التاني اللي اينز كان مديهولها من فترة طويلة كهدية لحمايتها. هنري بتطلع البوق وبتنفخ فيه بكل قوتها. هي في دماغها انها يا دوب هتستدعي 19 جوبلين كمان زي المرة اللي فاتت، وممكن ده يديها شوية وقت اضافي. لكن اللي حصل كان صدمة للكل،
اينز نفسه اللي ما كانش يعرف عن القوة دي. البوق ده في لعبة يجدراسيل ما كانش بيستدعي جيش كبير، كان بيعتبر أداة عادية بتستدعي شوية وحوش ضعيفة، لكن كان في شرط مخفي ما حدش كان عارفه غير قليلين جدا، وهو ان لو اللي نفخ في البوق ده من تصنيف قائد او جنرال، البوق هيطلع قوته الحقيقية. وهنري من كتر ما قادت القرية ونظمت امورها في الفترة اللي فاتت، مستواها كقائد ارتفع جدا من غير ما تحس. اول ما نفخت في البوق حصلت صدمة سحرية رهيبة في المكان، الارض بدأت تتهز وفجأة ظهر جيش مرعب، جيش حقيقي متكامل من الجوبلين، مش مجرد 19 واحد فقط. الجيش ده كان بيتكون من الاف الجوبلين المحترفين ومقسمين لفرق عسكرية منظمة جدا، فرقة المشاة الثقيلة وفرقة الفرسان ومعاهم فرقة السحرة وكمان فرقة الرماة وفرقة القبعات الحمراء، واللي بيقودهم الجوبلين الحكيم ده، وكل ده تحت رهن إشارة هنري. وهنا بتبدأ المذبحة الحرفية. جيش الجوبلين الجديد ما كانش بس كتير في العدد، دول كانوا أقوى بمراحل من جنود المملكة. المعركة اللي كانت من شوية لصالح جيش المملكة اتحولت في دقايق معدودة لإبادة جماعية لجيشه. جيش المملكة بيتدمر تماما والجنود بيبدأوا يرموا أسلحتهم ويجروا في كل اتجاه وهم بيصرخوا من الرعب. الأمير اللي كان واقف بعيد بيتفرج ومستني جيشه ينتصر، بيشوف جيشه وهو بيتمسح من على وش الأرض. الغرور بتاعه اتبخر في ثانية وتحول لجبن خالص. أدرك إنه عمل أكبر غلطة في حياته، وأمر الحرس الشخصي بتاعه إنهم ينسحبوا فورا ويهربوا ويسيبوا بقية الجيش لمصيرهم المحتوم. وبيحاول انه يقنع نفسه انه هينجو ويرجع العاصمة ويجهز جيش اكبر، ولكن بتجيلهم المفاجأة. لوبسيرجانيا ومعاها جيش القبعات الحمراء اللي بيبيدوهم بشكل كامل. في خيمة القادة بتاعت الامبراطورية، الامبراطور جيركنيف مع رجالته وقادته. جيركنيف بيفكر بصوت عالي وبيقول انه طلب من اينز ان هو اللي يبدأ الهجوم ويلقي اول تعويذة سحرية في المعركة، مش علشان بيحب اينز ولا حاجة، بل علشان يختبر قوة اينز الحقيقية ويشوف هو يقدر يعمل ايه. كان عنده امل ان التعويذه دي تستهلك طاقه اينز او تكشف نقطه ضعف عنده، او حتى ان اينز يفشل ويبقى شكله وحش قدام الجيشين، وده يدي جيركنيف فرصه انه يسيطر على الوضع بعدين. على الناحيه التانيه في معسكر المملكه القاده مستغربين جدا. العاده ان الامبراطوريه هي اللي بتبدا بالهجوم بالفرسان بتوعها، بس المره دي جيش الامبراطوريه واقف مكانه مش بيتحرك، وفجاه بوابات الحصن بتاعت الامبراطوريه بتبدا تفتح، وبنشوف مشهد بيرعب كل اللي واقفين. اللي طالع من البوابة مش جنود عاديين، دول فرسان الموت. مجرد خروج فرسان الموت دول خلى فرسان الامبراطورية نفسهم اللي المفروض حلفاء لاينز يترعبوا ويعرقوا ويمسكوا اسلحتهم بخوف. بعد كده بيخرج اينز بشخصيته المهيبة. اينز بيتقدم لوحده قدام الجيش، بعد كده بيبدأ في القاء تعويذة من المستوى الفائق. التعويذة من النوع ده بتاخد وقت طويل في التحضير، وهو كان قاصد ده علشان يشوف لو في لاعبين اخرين في جيش المملكة. في جيش المملكة الكل بيترعب، وفجأة اينز بينطق باسم التعويذة المرعبة في كسر من الثانية، وبدون اي سابق انذار 70,000 جندي من جيش المملكة بيقعوا على الارض ميتين. مفيش اي صراخ، مفيش نقطة دم واحدة نزلت. السكوت اللي نزل على ساحة المعركة كان مرعب، الهدوء اللي بيسبق العاصفة. فرسان الامبراطورية لما شافوا اللي حصل بيترعبوا مش قادرين يمسكوا نفسهم من الخوف، بس اينز بكل برود بيقول ان دي مجرد البداية، التعويذة لسه ما خلصتش، اللي ماتوا دول مجرد تضحية علشان اللي جاي. فجأة كرة سودا غريبة بتظهر في الهواء، الكرة دي بتنفجر وبتطلع موجة سودا خفية بتغطي مساحة ضخمة جدا، وهنا بيبدأ الرعب الحقيقي. الجثث 70,000 اللي مرمية على الارض بتبدأ تسيح وتتحول لسائل اسود لزج، ومن وسط الضلمة والدوامة دي بتظهر وحوش ما يتخيلهاش عقل بشري، صغار الماعز الاسود. اينز قدر يستدعي 5 وحوش من دول دفعة واحدة، وكان فرحان جدا زي الجيمر اللي كسر رقم قياسي جديد، لانه بيقول ان في اللعبة كان اقصى حاجة بيستدعيها 1 أو 2، فكونه استدعى 5 ده معناه ان التضحية كانت ضخمة جدا ومثالية. اينز بيأمرهم انهم يتقدموا ويبدأوا المذبحة، بس بيحدد لهم شوية اشخاص ما يلمسوهمش زي جازف وكلايم وبراين والملك. الوحوش بتبدأ تتحرك وبتبدأ المذبحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الوحوش دي مش بس بتقتل، دي بتدوس على الجنود بحوافرها العملاقة بتفرمهم في الارض،
جيش المملكة بينهار تماما، الجنود بيفقدوا عقولهم من الرعب وبيرموا اسلحتهم وبيحاولوا يهربوا في اي اتجاه. الرعب ما كانش في جيش المملكة بس، فرسان الامبراطورية اللي المفروض حلفاء لما شافوا المنظر ده والدموية دي اعصابهم انهارت تماما. في جنود من الامبراطورية رجعوا وفي جنود بدأوا يبكوا والتشكيل العسكري انكسر تماما. على الجانب التاني الملك في خيمته رافض تماما انه يسيب رجاله ويمشي، الحراس بتوعه يا اما ماتوا يا اما هربوا اصلا. في اللحظة دي بيوصل براين وكلايم وبيقولوا للملك وبيترجوا انه لازم يهرب علشان المملكة ما تنهارش بالكامل. الملك بيوافق بصعوبة وبيقرروا يتقسموا علشان يزودوا فرص النجاة. بعد كده بنروح لجازف اللي بيكون في وسط المذبحة، بيقرر انه يقف ويواجه الوحش ده لوحده علشان يعطله ويدي الملك وقت يهرب حتى لو ده معناه موته المؤكد. بيستعد للموت بس فجأة الوحش العملاق ده بيتجاهله تماما، وفجأة بيلاقي اينز ولوجون راكب فوق واحد من الوحوش دي. اينز بيسلم على جازف بترحيب واحترام كبير وبيقول لجازف انه بيحترمه جدا كشخص وكمحارب، وبيعرض عليه عرض مغري جدا: تعال اشتغل تحتي وكن تابع ليا، ولو وافقت انا هوقف المذبحة دي فورا والوحوش دي مش هتقتل جندي واحد كمان. جازف بيكون في موقف صعب جدا، هو عارف ان ده الحل الوحيد لانقاذ اللي فاضل من جيشه، بس في نفس الوقت ولاءه للملك هو اساس حياته. جازف بيبص لاينز بكل فخر وبيرفض العرض القاطع وبيقول انه مستحيل يخون الملك بتاعه. اينز بيحاول يضغط عليه وبيقول له لو رفضت المذبحة هتكمل، بس جازف بيفضل ثابت على موقفه. جازف بياخد خطوة لقدامه وبيسحب سيفه الاسطوري، السيف اللي من كنوز المملكة. جازف بيوجه السيف ناحية اينز وبيتحدى الملك الساحر اينز ولوجون في مباراة فردية حتى الموت. اينز بيتفاجأ جدا من التحدي ده لانه عارف ان جازف ملوش اي فرصة قدامه، فبيطلب من جازف انه يوري له سيفه، ولما بيستخدم التقييم عليه بيكتشف مفاجأة ما كانش متوقعها. السيف ده فيه سحر قديمة وخاصية فريدة بتخليه يتخطى كل الدفاعات السلبية اللي موجودة عند اينز. يعني السيف ده حرفيا هو السلاح الوحيد في المعركة دي اللي يقدر يقطع في جسم اينز ويأذيه، بالرغم ان مستوى جازف نفسه ضعيف جدا مقارنة باينز وما يقدرش يطلع كل قوة السيف ده. اينز احتراما لروح المحارب اللي عند جازف والقرار والشجاع بيبتسم من جواه وبيوافق على التحدي. بيطلب من براين وكلايم انهم يفضلوا مكانهم ويكونوا شهود على المبارزة التاريخية دي. جازف بيرفع سيفه ومستعد يواجه الموت بشرف، واينز واقف قدامه مستعد للمبارزة، لكن جازف بيطلب منهم طلب اخير، بيطلب منهم يكونوا شهود على المعركة دي. جازف كان عارف من جواه انه ميت بس كان عنده امل ان لما براين وكلايم يتفرجوا على قتاله مع اينز يقدروا يلمحوا اي حركة، اي تعويذة، او يكتشفوا اي نقطة ضعف عند اينز يقدروا يستخدموها في المستقبل لحماية البشرية. التوتر بيوصل لاقصى درجاته. كلايم بيرفع جرس صغير علشان يكون هو اشارة البدء للقتال، وجازف بيستعد بكل قوته وبياخد وضعية الهجوم علشان ينقض على اينز بكل قوته باقوى ضربة عنده. كلايم بيسيب الجرس يقع، وبمجرد ما الجرس بيبدأ يتحرك اينز بكل هدوء وبرود بينطق تعويذة ايقاف الزمن. فجأة كل حاجة في العالم بتفقد الوانها وبتتحول للرمادي، الزمن بيوقف تماما. جازف بيكون متجمد في مكانه وهو في نص حركة الهجوم. اينز بيمشي براحته خالص لحد ما بيقف قدام جازف مباشرة، بيكلم نفسه وبيقول انه بيحترم جازف جدا، وعلشان الاحترام ده هو مش هيلعب معاه او يعذبه او يطول في القتال، هو هيديله موت سريع وبدون اي ألم. وبتعويذة من المستوى التاسع اسمها الموت الحقيقي اينز بيطلقها على جازف وبعدين بيلغي تعويذة ايقاف الزمن. بالنسبة لبراين وكلايم اللي حصل كان مرعب وما يستوعبوش اي عقل بشري، وفي نفس اللحظة في كسر من الثانية من غير ما يشوفوا اينز بيتحرك ولا يعمل اي حركة سحرية، لو جازف بيقع على الارض ميت. مفيش صراع سيوف، مفيش انفجارات سحرية، مفيش اي حاجة، موت فوري وحتمي. الصدمة على وش براين وكلايم كانت لا توصف. براين ما كانش قادر يصدق عينه، اسطورة المملكة واعظم محارب فيها انتهى في غمضة عين. اينز بيبص لهم بهدوء وبيقول لهم ان جازف مات، وبيشرح لهم انه استخدم سحر الموت الحقيقي علشان يضمن ان محدش يقدر يرجعه للحياة بسهولة، وبيقول لهم انه عمل كده علشان ده كان طلب من جازف، وعلشان
علشان كده اينز احترم رغبته ومش هيسمح لاي حد يعبث بجثته او يرجعه زومبي. وبعدها اينز بيعلن ان القتال الفردي انتهى، وكمكافأة لشجاعة جوزيف سترونوف اينز بيأمر وحوشه انها توقف هجوم، وهيسيب بقية جيش المملكة ينسحب بسلام. الاحداث بتنتقل لمدينة ايرانتيل، المدينة اللي المملكة اتنازلت عنها لاينز كجزء من الاستسلام. الجو في المدينة كان عبارة عن رعب صافي والشوارع فاضية تماما، الناس كلها مستخبية في بيوتها وقافلة على نفسها وبيبصوا من الشقوق بخوف شديد. اينز بيدخل المدينة في موكب مرعب، راكب على وحش اندد ضخم ومخيف وحواليه حراسه من الديس نايتس. وفجأة ولد صغير من كتر الخوف والغضب بيمسك طوبة وبيرميها على موكب اينز. البيدو بتشوف ان دي اهانة لا تغتفر للكائن الاسمى، عينيها بتوسع ونية القتل بتنفجر منها وبترفع سلاحها علشان تعدم الطفل ده وتخلص عليه في ثانية. بس قبل ما الضربة توصل للولد بيظهر الشخص اللي بيتصدى لضربة البيدو، المغامر الاسطوري مومون. طبعا اللي الناس ما تعرفوش ان دي كلها مسرحية مخطط ليها بالملي. مومون اللي واقف ده هو في الحقيقة باندورا، واخد شكل مومون بناء على خطة جهنمية بين اينز وديميورجوس. اينز بيأمر البيدو تتراجع وبيبدأ يتكلم مع مومون قدام كل الناس في الشارع. مومون بيعمل نفسه بطل شجاع وبيقول لاينز انه مش هيسمح له يقتل الابرياء في المدينة. اينز بيعرض على مومون عرض قدام الجمهور، بدل ما ندخل في قتال هيدمر المدينة ويموت في الناس اللي انت بتحميهم، ايه رأيك تشتغل عندي؟ تبقى انت الممثل بتاعي والمسؤول عن الامن هنا، ولو انت عملت كده انا بوعدك ان مش همس شعرة واحدة من اي مواطن في ايرانتيل. مومون بيعمل نفسه بيفكر بصعوبة وبعدين بيوافق علشان يحمي الناس. الحركة دي كانت ضربة معلم من اينز، هو كده خلى المواطنين يتقبلوا حكمه غصبا عنهم لانهم مطمنين ان البطل مومون موجود وبيراقب اينز. وبكده اينز يسيطر على المدينة بدون قطرة دم واحدة وبدون اي تمرد. بنروح للامبراطور جيركنيف، بيكون قاعد وشه اصفر وبيعرق وشكله كبر في السن 10 سنين في يوم واحد. الامبراطور ده كان فاكر نفسه ذكي جدا وانه هيقدر يستخدم اينز كأداة او سلاح علشان يدمر مملكة ريستز وبعدين يعمل تحالف ضده. بس بعد اللي عرفه واللي شافه جيركنيف ادرك الحقيقة المرة، اينز هو الموت نفسه. جيركنيف بيفهم ان كل خططه كانت غبية وان البشرية كلها ملاش اي فرصة قدام قوة نظرايك. هو ادرك ان بسببه وحش مرعب خد مكان رسمي على الخريطة وان امبراطوريته بقت تحت رحمة اينز تماما وفي اي لحظة ممكن يبيدهم. في الوقت ده اينز كان قاعد على عرشه الملكي بهيبته الكاملة وكل حراس الطوابق قدامه راكعين في ولاء تام وتقديس اعمى. البيدو بتبصله بعيون مليانة ولاء وبتقول له انهم مستعدين لاوامره المطلقة. اينز بيقف بشموخ وعيونه الحمراء بتنور في الجمجمة بتاعته وبصوت عميق ومرعب بيعلن رسميا قدام العالم كله تأسيس دولته الخاصة مملكة الصحراء، وبيعلن نفسه بلقبه الجديد المرعب الملك الساحر. وبس كده يا صاحبي، اتمنى يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش اللي جاي. تحية من اخوك رضوان، سلام عليكم.